نفسك لصلاة الفجر وكده هتكون نمت حوالي 5 ساعات ونص، ودي مدة كافية جدا انها تخليك تكمل شوية. ولنفترض خلاص ان انت اتسحرت وعملت كل حاجة وصليت الفجر، هتطلع البيت على حوالي الساعة 5:30 بالكتير جدا. هتقرا كل يوم جزء من المصحف عشان عقبال ما رمضان ما يخلص تكون انت ختمت المصحف كامل. ماشي خلاص، دلوقتي الساعة جت 7 مثلا، ولنفترض ان انت بعد ما خلصت قراية القرآن ريحت شوية، هتبتدي من اول الساعة 7 لغاية الساعة 12 تذاكر، تشوف بقى ايه المواد اللي عليك وايه الحاجات اللي عليك تذاكرها وتخلصها. بس طبعا دي تبقى مدة كبيرة عليك انك تذاكرها، فانت ممكن تاخد نص ساعة وبريك 5 دقايق، نص ساعة وبريك 5 دقايق، لغاية ما تيجي الساعة 12 تكون خلصت ان شاء الله كل اللي عليك. بعديها هتنزل تصلي الظهر وترجع البيت على حوالي الساعة 1 او 1 الا. هتاخد لك قيلولة من ساعة لساعة ونص لغاية قبل العصر بشوية، تكون انت كافى وقت وتقدر تكمل بقية يومك. بعدها يكون عندك من اول العصر لغايه المغرب اكتر من 3 ساعات فاضيين هم، تقدر تسبح فيهم، تقدر تكمل قرايه قران، تقدر تحفظ قران، تقدر تاخد بريك ليك شويه وتمسك الموبايل لو عايز. وكده خلاص هتكون المغرب اذنت وهنعيد اليوم تاني من الاول. وبس كده، سلام.